بس ابو جابر، بس لازم صراحه نركز ولو للحظات مع النموذج اشرف حكيمي، لانه مش النموذج عربي. اشرف حكيمي لازم نكون حذرين. اشرف حكيمي تكوينه ريال مدريد، لازم نكونوا حذرين. وابراهيم دياز كذلك، ولامين يامال اللي خير اسبانيا على المغرب كذلك تكوينه اوروبي. هنا نجيو للنقطه المفصليه، اللاعب اللي تكون فيه العقليه. انت مغربي بالجنسيه لكن بالعقليه بس في انت اوروبي. بس في وفي الحقيقه يا زبير عادي جدا اشرف حكيمي تكون عنده عقليه اوروبيه، بحكم ان هذا اللاعب تولد زاد وكبر في اوروبا، وطبيعي جدا تكون عنده عقليه اوروبيه، ولكن عنده دم مغربي وكيحب البلاد ديالو وعنده الولاء للمغرب. هذا لا جدال ولا نقاش فيه. ولكن الخيبه يا زبير هو انك تكون عندك هذه العقليه الكرغوليه اللي عندك انت دابا، هذه العقليه الكرغوليه، هذه العقليه الحقديه، هذه العقليه ديال الحسد والبغض اللي عندك انت. يعني عقليه كرغوليه بامتياز. نعم، عقليتك عقليه كرغوليه بامتياز، لان التفسير الوحيد لهذا البغض وهذا الحقد اللي كتنفتو يسي بيا هو انك متشبع بالعقليه الكرغوليه، لا اقل ولا اكثر. ولا جينا نهضروا يا سي بايع على النقطه المفصليه، قلت نقطه مفصليه. الا بغينا نهضروا على النقطه المفصليه الحقيقيه ونهضروا على الواقع كما هو ونكونوا حذرين كما قلت انت، هو لاعبين تونس اللي قامت بتجنيس لاعبين برازيليين لا ما عندهمش لا اب تونسي ولا ام تونسيه ولا جارتهم تونسيه ولا صحابتهم كانت تونسيه ولا حتى اللي دازوا حداه كانوا توانسه. يعني وناس تزادوا وكبروا في البرازيل، تكونوا في البرازيل، جات تونس جنستهم وربحت بهم كاس افريقيا سنه 2004. وحتى واحد من المغرب ولا من المغاربه خرج وقال ان خصنا نكونوا حذرين لان تونس كتجنس اللاعبين. جنس اخويا، جيب الله يجعلك تجيب ما عرفتش كاع اش غتجيب، شي ولا باغي تجيب حياتك هذاك، شغلك هذاك، سوقك هذاك. ما غاديش تدخلوا في شؤونكم وشغلكم نتوما. انت جاي كتضرب في الولاء وكتضرب في حب الوطنيه ديال المغاربه وكتحب وباغي تبين لنا ان المنتخب المغرب او اللاعبين المغاربه اللي كيتالقوا في اوروبا ان التالق ديالهم يعني تالق اوروبي ماشي تالق مغربي. يعني باغي تسمي زعما راه التالق ما عندوش علاقه بالمغرب، يعني باغي تقول لنا يعني بدوك بالطريقه ديالك انت ان التالق المغربي ماشي هو تالق مغربي 100%، يعني تالق اوروبي باسم المغاربه. هادشي اللي باغي تقول لنا. هادو راه ولاد المغاربه، هادو راه ولاد المغاربه تولدوا في اوروبا، وهذا العز للمغاربه اللي ولدوا في اللي كبروا اللي خدموا في اوروبا وولدوا الاولاد ديالهم وزرعوا فيهم داك الحب ديال المغرب، الحب ديال الوطن اللي ما قدروش التوانسه يديروا. هاد النجاحات اللي كيحققوا المغاربه لا اوروبيا ولا النجاحات ديال المنتخب المغربي ولات دايره عقده وحقد للتونسيين وللجزائريين، لان التفسير الوحيد لهذا الحقد ولهذه التصريحات هو ان التونسيين حاقدين وحاسدين هذا التوهج اللي كتعرفوا الكره المغربيه. ديجا قال قيس اليعقوبي نفس الكلام بعدما انهزم المنتخب التونسي، والتفسير الوحيد ديالو باش يبرر ديك الهزيمه ديالو قال لهم ان المغاربه كيشريوا اللاعبين المغاربه بالفلوس، كيستقطبوهم بالفلوس. يعني نفس الكلام اللي قلتيه انت يا سي زبير. على كل حال، من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجاره. اللي جاب سانتوس وجاب كليتون ما عندوش حق يهضر على التجنيس ولا يهضر على اللاعبين يعني انهم ماشي مغاربه. الى اللقاء اعزائي الكرام، الى فيديو اخر والى الملتقى.